المحترم شيك براك، تحية طيبة وبعد. لو حضرتك جاي مصر ومتخيل انك هتبهرنا بحاجات غريبة بتتحشي وشو طواجن بتتقلب، احب اقولك بقى انك جاي تبيع المية في حارة السقايين، عشان ستات مصر طول عمرها بتحشي حاجات ما يخطرش على بالك اصلا انها بتتحشي. اما بقى لو ما كانش حد قالك على قلبتنا، ففي العند تعالى يا معلم ودي لعبتنا. يلا فينا. احنا مثلا بنجيب الكوارع الاماميه عشان بتبقى مقلبظه اكتر، وبنختار اللي عظمها يكون مزرق شويه عشان ما بتاخدش سوا كتير. وبعد ما بنغسلها ونمرشها مرشا جيدا، بنديها غلوه في ميه مغليه وبس، من غير اي اضافات، تطلع الزفاره اللي فيها كده، ونقوم مغيرين الميه، ونضيف للميه المغليه الجديده بصل ابيض عشان ما يغمقهاش، وطماطمايه وجزر وكم فص توم وفلفل، ولازم وحتما ولا بد شوية كرفس بيودوا الطعم في حتة تانية خالص. بنضيف كمان فلفل اسود مع جوزة الطيب وكبيبة صيني ومستكة وحبهان وورق لورا وقرفة بسيطة قوي مع شوية قرنفل، ونسيبها تستوي هتتحول من الشكل ده للشكل ده. ناخدها نقطعها ونركنها على جنب، ونروح بقى نجهز خلطة المحشي الخفيفة الجميلة بتاعتنا، اللي عبارة عن رز بندعكه ببصل مضروب مع ملح وفلفل اسود، ومكعبين مرق، وزيت زيتون، ومعلقة هريسة فلفل حلو، ومعلقة هريسة شطة، وشوية سماق لمزازة ما حصلتش، وشوية كزبرة عشان نودي الطعم في حتة تانية. وندعك الرز بالمكونات دي قبل إضافة الطماطم، علشان الحركة دي بتخلي النكهات القوية دي كلها تعضم كده جوه الرز وتديله طعم وفلفلة مش طبيعية. بعد كده بنضيف الخضرة، ويا سلام بقى على شوية نعناع مع الخلطة، ولا كام معلقة لحمة مفرومة ني في ني كده مع البصلة، بتدي طعم يجنن، بس كان هيبقى تبذير اوفر الصراحة مع الكوارع يعني. الطماطم بقى بتتضرب في الكبة من غير نقطة مية ومن غير نار، لو عايزين ناكل حاجة خفيفة كده وصحية. نحضر الطاجن بتاعنا بقى باننا نحط له شوية خضار كده في ارضيته، واليك بعض الحاجات اللي ستات مصر بتلفها واللي اعتقد عمرك ما سمعت عنها. احنا في مصر بقى يا سيدي بنلف ورق اللفت وورق البنجر وورق الخس، واوقات كتير كمان بنلف ورق السلق، اللي بيكون احلى واطعم مليون مرة من ورق العنب ذات نفسه، واللي عشان نديله شخصية ورق العنب ومزازته بنضيف له الكثير والكثير من الليمون، وبعض القطرات من دبس الرمان، وننزل بقى بعد كده بالشوربة المغلية بتاعتنا، ونهز الطاجن كده اهو عشان تتوزع بعد ما نكون ضفنا الكوارع على وش الطاجن. ونكون مجهزين قبل كده عجينة عبارة عن مية وملح وبس، نفردها ونغطي بيها الطاجن جري بعد إضافة الشوربة اللي لازم تكون مغلية كويس قوي، وندهن وش الطاجن بزيت أو سمنة أو بياض بيضة علشان حبة البركة والسمسم يلزقوا على وش الطاجن كده. بنشغل الفرن من تحت بس على أعلى درجة حرارة، وبعد ساعة إلا ربع بالظبط نفتح العجينة المقرمشة من بره والمندية بصوص المحشي من جوه كده اهو، فنلاقي المحشي مستوي ويجنن، وورق اللفت أحلى وأطعم من ورق العنب. بصوا الجمال ده، أخف وألذ محشي ممكن تدوقوه في حياتكم. ولا حتة العيش المندية شوربة دي بقى، دي لوحدها في مكان تاني في قلبي. دي من لذاذتها بحطها طبقات فوق بعض، وبدهن ما بين الطبقات شوية سمنة أو زبدة مع رشة سمسم وحبة البركة، واسويها على الطاسة، والعيش ده بقى لوحده قصة تانية خالص. عرفت بقى أنا بقولك أنت جاي تبيع المية في حارة السقايين ليه؟ يلا زي بعضه، احنا سايبينك بس تاكل عيش، ولا ايه يا ستات مصر؟ وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك في مقولة إنجليزية كده ترجمتها بتقول أن الماء العكر لا يوقف النباتات عن النمو. أنت أيضا لا تتوقف عن الازدهار لمجرد وجود بعض الكلمات السامة من بعض الشخصيات السلبية. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم خليتكم تقلعوا عن الزيارة إياها وفلوس كتير قوي دي وعجبتكم، تعملوا لي لايك وشير، وربنا يقدرنا على فعل الخير. أنا شيماء البهي.